ده دوي، وفي هذا الفيديو هنجرب ونشوف اوفر ريتد ولا اندر ريتد. ازاي بقى؟ هي تشكيلة الخصم هي تقريبا كنا تسحب الكورة. اول ما ضغط الماتش انت حابب يمس علينا. لا كده البداية غلط. عملت هجمة ولكن انتهى التسلل. يا لهوي. بعد شوية فرق خدت بالي ان لغاية دلوقتي دوي ما لمسش كورة، فده اللي اتناقش قلت اديله الكورة عشان نجربه، ودي فكرة الفيديو اصلا. لو تسحب الكورة وقعد اتفرج عليها. أحي بعدها لبسنا الاول، وفي اللقطه دي بصم من برونو لباركورا ومش عارفه تطلعت ازاي، وبرده بصم من برونو تاني لباركورا وبرده مش عارفه تطلعت فوق عليكم هتكون قرف ازاي. بعدها لبسنا التاني، وهنا اخيرا اول لمسه لدوي خد الكوره وطلع يجري بيها، وبصراحه هو سريع جدا ولكن الهجمه ضاعت. بعدها عمل باص في منتهى الشياكه ولكن برده الهجمه ضاعت يا رب. وهنا فالفيردي كان بيحرك في الخصم لكن معرفش، راح فان دايك اتركت في قانون. ومهما نسيتنا الفرق حاولت اعمل هجمه ولكن اللاعب بتاعي مات والحكم عمل عبيط. انتهى الشوط الاول 2-0. وعمل الشوط التاني لقيت فان دايك في الهجوم فعملت بيها عارضه ولكن طلع بره، وراح خصمه وكمل عمل عرض علينا ولكن اتصدت، وكل دوت مش شايف دوي في الملعب. وهنا لعبت كوره طويله لفالفيردي ولكن سابها للمدافع. هتقول الكلب ده. وهنا دوي كان بيحاول يخش بالكوره لكنها اتقطعت، راح فان دايك قاطعها وشاطها ولكن حس الضغط، راح قاطعها تاني وشاطها وجاب جول. قسما بالله برنس عجبني. بس رغي فكره الفيديو، فان دايك اندر ريتد. بعدها لبسنا التاني، بعدها برضه لبسنا الرابع. ماتش خلص 4-0 وفان دايك اندر ريتد، قصدي دوي اوفر ريتد. بعد اذنك كده بتبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع.